بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الثاني الإعدادي يا سنة تانية. كان في حد كتب لي في التعليقات عايز حل امتحان محافظة شمال سيناء. رقم الامتحان 28 من كتاب الامتحان صفحة 213، وأول سؤال عندي خريطة للوطن العربي. طيب بيقول لي رقم 1 دي جبال إيه اللي موجودة في الجناح الأفريقي؟ البحر الأحمر. طب رقم 2 ده هو نهر إيه؟ نهر النيل في مصر والسودان. طيب رقم 3 دي جنوب موريتانيا. الإقليم المناخي اللي فيها إيه؟ مداري. طب ده هو مضيق إيه؟ هرمز. دي دولة إيه؟ الجزائر، عشان ده هي مصر وده هي ليبيا، وجنب ليبيا دولة الجزائر. طب 6 دي هضبة إيه؟ نجد. ما النتائج التي ترتبت على الهجرة من الريف إلى المدن؟ حاجتين اتنين. 1 تناقص سكان الريف وتزايد سكان المدن. 2 ظهور المناطق العشوائية التي تنشأ دون تخطيط حول المدن الكبرى وتفتقر إلى المرافق والخدمات. ما النتائج التي ترتبت على تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي؟ 3 حاجات. 1 نهب خيرات الوطن العربي. 2 تقسيم الوطن العربي إلى دول إيه؟ مختلفة في المساحة وعدد السكان وتفصل بينها حدود سياسية مصطنعة. ظهور المشكلات السياسية، تكتب ال3 دول. لو أنت حافظ ال4 مشكلات السياسية اكتبهم. ماذا يحدث إذا كان مناخ الوطن العربي على وتيرة واحدة؟ طبعا هو مختلف ومتنوع. لو هو كله شبه بعضه إيه اللي هيحصل؟ لم تتنوع النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى صعوبة التكامل بين الدول العربية. اختر من الجبال الالتوائية في الوطن العربي جبال أطلس يحد الوطن العربي غربا المحيط الأطلنطي. يشغل إقليم المناخ كام 80% من مساحة الوطن العربي الصحراوي. يعيش سكان نقط في الواحات البدو. من الدول التي تعاني قلة في الموارد الاقتصادية مصر. بما تفسر الأهمية الدينية للوطن العربي. السؤال ده هو مهم. 1 لأنه مهد الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت للعالم كله. 2 توجد به أماكن مقدسة يقصدها الناس لزيارتها، ومنها الكعبة المشرفة بالسعودية، المسجد الأقصى وقبة الصخرة بفلسطين، كنيسة المهد بفلسطين. بما تفسر انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي بسبب 3 حاجات. تحسن الأحوال الصحية، ارتفاع مستوى المعيشة، تقدم الرعاية الطبية للأطفال. بما تفسر توجد حشائش السافانا. بما تفسر تعد حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعي، لأن يوجد بها أنواع متعددة من الحيوانات مثل الزراف والأفيال والأسود والنمور. ما العلاقة بين الحروب والصراعات والنمو السكاني في الوطن العربي؟ تؤثر الصراعات والحروب على عدد السكان وكثافتهم، حيث يقتل أعداد كبيرة من السكان ويجبر أعداد من السكان على ترك بلادهم. صح وغلط. 1 تحظى المرأة العربية بمكانة متميزة في الوطن العربي. صح. يقع الوطن العربي في وسط قارات العالم الجديد. غلط، هو القديم. يتميز إقليم البحر المتوسط بأنه معتدل ممطر شتاء. صح. تنخفض الكثافة السكانية في وادي النيل في مصر والسودان. غلط، هي بترتفع. أين تقع هذه الظاهرات؟ هضبة الشطوط بالجزائر، وادي العلاقة في مصر، واحد القفرة في ليبيا، نهر دجلة والفرات في العراق. اكتب المفهوم الجغرافي. موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. الموقع الجغرافي زيادة عدد السكان في فترة زمنية معينة. النمو السكاني. منخفضات خضراء وسط الصحراء يعيش بها السكان الواحات. ثانيا التاريخ إلى من تنسب الأعمال الآتية. أول من أسلم من النساء السيدة خديجة.
أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير، السؤال ده مهم. أول مدرسة في الإسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لقب بالصادق الأمين الرسول صلى الله عليه وسلم. أنشأ أول أسطول بحري إسلامي عثمان ابن عفان، السؤال ده مهم. ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ السرايا حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها. طب الغزوة معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين. السرايا هدفها إضعاف قوة قريش الاقتصادية. طب الغزوة الدفاع عن الدين الجديد ونشر مبادئه بين الناس جميعا. رتب الأحداث التاريخية من القديم إلى الحديث. 1. الهجرة إلى الحبشة. 2. غزوة الخندق. 3. فتح مكة. 4. معركة القادسية مع موقعة ذات الصواري. رقم 5. أكمل. كانت أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. قام أهل مكة برحلة الصيف إلى الشام. كان يتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، من أشهر القبائل في شبه الجزيرة العربية قبيلة قريش. دلل أهمية دور المسجد في الإسلام. تكتب 3 حاجات: مقرا، دارا، مدرسة. مقرا للحكم، دارا للعبادة، مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. يبقى دلل ليه المسجد كان مهم؟ لأنه كان مقرا للحكم، دارا للعبادة، مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. أنشأ المسلمون العديد من المدن الإسلامية، أقول له كده، مثل البصرة والكوفة في العراق والفسطاط في مصر. يطلق على علي بن أبي طالب أول فدائي في الإسلام، حيث نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة لينخدع المشركون. ماذا كان يحدث إذا أطاع الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ تكتب كده هتكتب هنا لم يتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. طالب تاني كتب لانتصر المسلمين في غزوة أحد. صح. ما أطيبك من بلد وأحبك. من قائل هذه العبارة؟ ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وما سكنت غيرك. من قائل هذه العبارة؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، والبلد أو المقصودة في هذه العبارة هي مكة. طب ومتى قال هذه العبارة؟ عندما هاجر من مكة إلى يثرب، أو في وقت الهجرة، أثناء الهجرة. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم عند السيدة حليمة 3 سنوات، لا 4 سنوات. تم عقد صلح الحديبية بين المسلمين وقبيلة قريش. جمع القرآن الكريم عثمان بن عفان، لا أبو بكر الصديق. نقل الخلافة الإسلامية إلى الكوفة، طبعا مش أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب. ما رأيك في إعطاء عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس أمانا على أنفسهم؟ رأيي أن ما قام به عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس يدل على سماحة الدين الإسلامي، لأنه عندما تسلم بيت المقدس كتب لأهلها أمانا على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم كما أمر الإسلام. ما رأيك في إرساء الخلفاء الراشدين لمبدأ الشورى في الحكم؟ توفى الرسول دون أن يعين أحد، حيث ترك الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من يتولى أمورهم من بعده، فاختاروا أبو بكر الصديق خليفة لهم، وبالمثل تم اختيار باقي الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي بمبدأ الشورى. وصار الخلفاء الراشدين على نهج الرسول، فتميز عهدهم بالزهد في المأكل والملبس والمسكن، وكان ذلك في صالح الدولة الإسلامية. هتكتب الإجابة دي يا سنة تانية. هي الإجابة طويلة شوية بس أنت افهمها، أو اكتب أي إجابة تانية بأسلوبك وتكون في المحور ده، تبقى صح.
لو في اي سؤال ما انتش عارفه يا سنة تانية، اي محافظة عايز حلها اكتب لي في التعليقات او كلمني على الواتس. انا بحل كل المحافظات وبجاوب على كل الاسئلة، وافتكر دايما يا سنة تانية ان انا موجودة هنا علشان اساعدك، وربنا معاك.